السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. تعالوا بقى النهاردة هعمل معاكم أكلة سهلة وبسيطة جدا 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 وسريعة. أكيد طبعا احنا من أول رمضان بقى عزومات وأكل أشكال وألوان بقى ومحاشي ومش عارفة ايه. أكيد زهقنا من الكلام ده، فاللي هو عايزين نعمل حاجة بسيطة وسريعة وفي نفس الوقت مفيدة جدا للأولاد ولينا احنا برضو. وفي نفس الوقت ما تاخدش مننا وقت كتير والواحد تعب بقى، يعني عاوز حاجة سريعة، يعني اللي هو ندخل المطبخ نص ساعة ونكون خلصنا الأكل بإذن الله. أنا بالظبط حرفيا اليوم ده يعني هي ساعة زمن في المطبخ وكنت مخلصة كل حاجة، الحلو والحادق والعصير والأكل وكل حاجة. هنعمل إيه بقى يا حلوين؟ هنعمل بس قبل ما أقول لكم هنعمل إيه ما تنسيش الاشتراك في القناة ودعميني. ويلا بينا نبدأ مع بعض. آه، أول حاجة هنعمل صينية خضار باللحمة المفرومة. خضار ايه اللي هنعمله؟ هي حاجات بسيطة جدا، كوسة وبطاطس وشوية جزر، حاجات يعني. او ممكن في ناس بتسميها تورلي بس ممكن يعني بيكون عليها انواع خضار تانية اكتر، ممكن بسلة بقى، فاصوليا. دول لا انا محطتهمش فيها، هي كانت كوسة وبطاطس وجزر. بس قبل ما ابدأ احط الخضار، اول حاجة لازم هعصج اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة طبعا انا لما مثلا ايه هطلع شوية على قد الاكلة، لا ما بحبش اعمل على قد الاكلة، مثلا اطلع الكمية كلها، الجزء العلبة اللي فيها اللحمة او الكيس ايا كان، واعصجها كلها، وبعدين اخد الكمية اللي هحتاجها في الاكلة والباقي بشيله في الفريزر. انا متبعة الخطوة دي، بتبع الخطوة دي في كل اكل بعمله، بحيث ان انا ايه توفر عليا وقت ومجهود في المرة الجاية. يعني مثلا طلعت شوية لحمة مفرومة هعمل كفتة، تمام. مثلا طلعت كيلو وانا محتاجة مثلا هعمل نص كيلو بس لينا، فلا هعمل الكيلو كله كفتة. هصبع كفتة كلها واجهزها، وهاخد جزء اسويه والباقي بشيله في علبة في الفريزر. باجي مرة تانية مثلا اكون مستعجلة ما عنديش طاقة ان انا اعمل اكل او بطلعها، وبتكون سهلة جدا، يعني بتوفر عليا بعد كده وقت. فانا متبعة الطريقة دي في اي حاجة بعملها عموما، في اللحوم او الفراخ او كده. فهنا طلعت كمية اللحمة المفرومة العلبة على بعضها كلها، وحطيت لها البصل والتوابل. انا بحب احط اللحمة المفرومة مع البصل مع بعض، يعني مش مثلا اشوح البصل الاول وبعدين احط اللحمة، او في ناس بتحط اللحمة الاول وبعدين تحط البصل. لا انا بحب يعني احط البصل وعليه اللحمة على طول، مش بدبل البصل الاول، لا بحطهم مع بعض، بخليهم يتشوحوا وياخدوا ويدوا مع بعض كده، بحس ان الطعم بيكون متعزز اكتر يعني وطعمه احلى. حطيت التوابل بتاعتي. تعصيجة اللحمة اساسي ملح وفلفل اسود، وفي بس دي اختياري مش اساسي. في مرقة دجاج انا كنت جايباها، يعني تعجبني اوي لما بحطها في الاكل، بحس ان هي بتديله تست حلو اوي. حطيت منها شوية. وطبعا مع البصل كان في قرن فلفل حامي، شوحته كله مع بعضه لحد ما اللحمة اتعصجت تماما زي ما انتوا شايفين. فلازم بقى هنا هشيل الجزء اللي انا هشيله في الفريزر، ان انا يعني هخلي بس موجود اللي انا هعمل بيه الاكله، وبشيل الباقي كله. يعني اسيبه يبرد وبعدين احطه في علبه واشيله في الفريزر. زي ما قلت لكم هينفعني بقى، هعمل مكرونه بالبشاميل، هعمل مسقعه بالبشاميل، هعمل مسقعه باللحمه المفرومه، ايا كان، فالاقيها جاهزه عندي في الفريزر جاهزه، يعني ما فيش اي مشكله. بعدين هنا هنبدأ هحط باقي الوصفة بتاعتي. زودت شوية بصل ده بقى للخضار يعني. وبعدين هنزود باقي الخضار. هنا طبعا الكوسة زي ما انتوا شفتوني شرحتها ازاي في اول الفيديو، وقطعتها ومعاها بطاطس وجزرتين كده قطعتهم معاها برضو، بيدوا تسكيرة للأكل حلوة اوي.
برضه باحب إن أنا أشوّح الأول الخضار مع البصل مع اللحمة، ده برضه بيعزّز طعم الخضار، أحسن ما تعملي ني في ني كده أو تحطي الحاجة على بعضها مرة واحدة وتزودي في الآخر السوايل، لأ باحب أشوّح أدّي الخضار تشويحة الأول مع البصل مع التوابل مع اللحمة بيبقى الطريقة دي بتخلّي الأكل حلو أوي. حطيت نفس التوابل بتاعتنا ملح وفلفل أسود وجزء من مرقة الدجاج اللي أنا قُلت لكم عليها، ممكن ناس ما تحبهاش ما تحطهاش ما فيش مشكلة، بس أنا جرّبتها بصراحة حسيت إن هي بتدّي طعم حلو أوي للأكل يعني. بافضل باقلّب بادّي تشويحة كده حلوة أوي، وبعدين هنزوّد معلقة صلصة جاهزة، برضه الصلصة باحب إن أنا أحطها أشوّحها مع الأكل، دي بتعزّز اللون بتاعها جامد أو بتدّي لون بتخلّي الأكل لونه محمِر كده جامد، أحسن من لمّا بتحطيها مثلًا على طول مع الطماطم الطبيعية عصير الطماطم الطبيعي ما بتدّيش اللون ده، لأ تشوّحيها الأول، يعني مثلًا مع البصل أو التوم أو كده بعد ما يدبلوا تحطي الصلصة المُعلبة وتشوّحيها شوية كده يعني تخلّيها تاخد غلوة واحدة، ده بيعزّز اللون أوي في الأكل والطعم كمان بيكون أقوى وأحسن. هنا قلّبت الصلصة زي ما أنتم شايفين، بعدين بقى هاحط الطماطم الفريش اللي أنا مقطّعاها، آآ دي بقى يعني إيه، حاجة بتودّي الطبخة في حتّة تانية، الطماطم الفريش بتودّيها في حتّة تانية، يعني ما استكفيتش بإن أنا حطيت صلصة مُعلبة وخلاص على كده، لأ لازم بنحط طماطم فريش. وهنا لو تلاحظوا إن أنا كل حاجة باحط لها الملح بتاعها، يعني ممكن ناس طريقتها مختلفة عني تعمل الأكل كلّه في الآخر تحط الملح مرّة واحدة، أنا لأ، أنا مش باعرف أعمل كده، أنا كل حاجة باحطها باروح مزوّدة لها الملح بتاعها على قد الكمية اللي أنا حطيتها، أنا زي ما أنتم شايفين عملت الأول لحمة حطيت لها الملح بتاعها، وبعدين حطيت الخضار حطيت له الملح بتاعه. دلوقتي حطيت الطماطم اللي في الآخر حطيت لها الملح بتاعها، في خلطة ملح كده أنا عاملاها علبة هي اللي تلاقوني باحط منها دايمًا علبة كده فيها شوية ملح وعليها شوية كمون وشوية كزبرة وشوية فلفل أسود، مخلطة كلّه مع بعضه ودي باستخدمها في جميع الأكلات، يعني بتوفّر عليَّ وقت ومجهود وطعم وكل حاجة. جربوها وعلى ضمانتي. أنا طبعًا سبّكت الأكل شوية على البوتاجاز من فوق، وبعدين قُلت أدخّله في الفرن بقى شايفين الجمال؟ أنا باعمل voice over ده وأنا صايمة يا جماعة فأنا سبّكت شوية فحطيتها في الفرن بقى تاخد إيه، تشميعة كده في الفرن أهم حاجة يعني. عايزة أقول لكم طلعت طعمها كان خرافة، يعني بجد. هنا بعد ما خلصت في الفرن اتسبكت كويس جدًا واتشمعت في الفرن حلو أوي، شايفين الجمال؟ شايفين اللون الألوان الألوان عايزة أقول لكم إن الأكل كل ما يكون ألوانه أكتر كل ما يكون أفيد يعني، كل ما يكون متنوع أكتر فيه تنوعات أكتر من الخضار وكده بيكون أفيد. طبعًا ما ننساش في رمضان لازم الحلو والكوليسترول يعلى بقى والخراب اللي بيحصل في رمضان ربنا يستر. عملت شوية مهلبية قمر الدين، ولازم أديها touch بقى الآخر نزينها كده بشوية جوز هند وزبيب. طريقة مهلبية قمر الدين يا جماعة سهلة جدًا ما فيش أسهل منها، بنحط حوالي لتر مَيّة ونص لفة قمر الدين، كيس فانيليا وكوباية سكر، دي المقادير بالضبط اللي أنا عملتها، بتحطيهم على النار وتفضلي تقلبي لحد ما قمر الدين يدوب تمامًا هو والسكر في المَيّة، وبعدين بنجيب حوالي 4 معالق نشا مليانين هرميين أو 5 معالق مش مليانين أوي، وبتدوبيهم في حوالي نُص كوباية مَيّة،
وبتضيفيها عليها وتفضلي تقلبي بالمضرب لحد ما تحسي القوام بتاع المهلبية تقل بس. وأول ما تتقل بتطفي عليها وبتصبيها على طول في الأطباق اللي انتي هتحطي فيها، يعني هتغرفي فيها ومجرد ما تهدى شوية تبرد هنبدأ نزينها وتحطيها في التلاجة، تاكلي أحلى مهلبية قمر الدين في حياتك. هنا بوريكوا الأكل بعد ما اتحط على السفرة واتغرف. هنا كان وقت الفطار، الحمد لله ربنا يزيدها نعمة. وطبعا آخر اليوم لازم نعمل حاجة كده نشربها في الروقان بعد صلاة المغرب. وهنا بنشرب كوباية النسكافيه علشان نستعد لصلاة العشاء والتراويح. كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم في فيديو جديد. باي.